اولا خصك تعرف وزاره الصحه انه كل شيء عندها سواسيه. كي الطبيب، كي الممرض، كي التقني، كي المتصرف، كي الاداري، وخصها تدافع على الحقوق ديالهم كاملين، ولا سيما حنا في اطار ورش اصلاحي كبير، وخص العقليه ديالنا تبدل. اليوم ما نبقاوش كنخدموا بنفس النمط. بطبيعه الحال خص تكون عندنا ثقافه ديال الحقوق، ولكن ثقافه كذلك ديال الواجبات. نفس الشيء نهضر على الحق ديالي، ولكن كذلك نهضر على الواجب ديالي اللي خصني نعمل به. احنا خدامين في حوار مع الفرقاء ديالنا الاجتماعيين. يعني الا لاحظتوا انه مني بدا هذا الاصلاح وكان ديما واحد المقاربه تشاركيه وكنعملوا اليد في اليد، وحنا متفقين على ان الممرض اليوم خاص كذلك الاجر الثابت ديالو يتغير، وحنا وزاره الصحه متفقه عليه. وحنا راه في طاوله الحوار مع السيد الوزير المعني بالامر، واللي مقبلين عليه ان شاء الله في الايام المقبله غادي يكون واحد النقاش. كنا اتفقنا في اطار الحوار الاجتماعي باش المساله ديال لانديمنيتي دو ريسك ومساله ديال الاجر الثابت غادي تجي في الطاوله في 2024، ولكن حنا دابا ولات لونتيسيباسيون لان كنهضروا عليها ما بقى لنا والو اخر السنه باش نساليو. ثانيا ان هذا الشيء هذا ما عنده علاقه بالجي اس تي ولا ماشي جي اس تي، كان عنده علاقه بالممرض، لان سواء جا جي اس تي ولا ماشي جا جي اس تي تتبقى يعني التطور ديال كومون اون ابل سا ليفولوسيون دون لا فونكسيون بوبليك كيبقى. ما كنفرقوش ما بين لا فونكسيون سانيتير ولا فونكسيون بوبليك، حيت واحد المغالطه كبيره. ملي كيقولوا لا فونكسيون سانيتير جات غادي يحيدونا من الوظيفه العموميه، هادشي راه ما كاينش. لا فونكسيون سانيتير داخله في الوظيفه العموميه، انما كتعطينا الاختصاص للقطاع ديال الصحه بحال اللي تعطى الاختصاص للقضاء، بحال اللي تعطى الاختصاص لبعض القطاعات الاخرى، ولكن كنبقاو عندنا نفس المسالك. المساله اللي طرحتي ديال التقاعد، واش مساله استثنائيه للقطاع ديال الصحه؟ ماشي استثنائيه ديال القطاع الصحه. الار سي ار والسي ام ار اللي نقدر نقول لك اليوم في التحول اللي غادي يكون ما بين الار سي ما بين السي اتش والجي اس تي حتى حاجه ما غتبدل. والناس اللي كاينين في السي ام ار يبغاو يبقاو في السي ام ار، يبقاو في السي ام ار، ما غيقيسوهمش يردوهم في الار سي ار في انتظار الاصلاح ديال الصندوق ديال التقاعد. لا ما يمكنش تجي دابا اليوم وتحيد كلشي من الار سي ار وتقول كلشي غيدخل للسي ام ار وغدير فايت الان سيستيم. اذا ما يمكنش الاصلاح ديال صناديق التقاعد، ما يمكنش يكون اصلاح بواحد، خصو يكون اصلاح شمولي لانه كيتكاملوا بعضياتهم. ولكن واش ما كاينش حلول اخرى؟ الا كنتي في الار سي ار واش ما عندكش حل اليوم باش تكون عندك تقاعد تكميلي وتكون اون كوتيزاسيون؟ كيمكن لك ديرها. فين كاين الاشكال؟ حيت دابا اللي كياكل دابا باش نعطيو الار سي ار، السي ام ار كيكوتيزي اكثر من الار سي ار. اذا واحد كياكل فلوسو في الصالير دابا ومني كيجي ما كيلقى ما دار والو في ليبار، واحد كيكوتيزي دابا وملي كيسالي كيلقى ليبار ديالو. ولكن واش كاين الحل؟ كاين، يمكن يكون الحل تقني. انا حتى كنقول لك هذه المقاربه كلها تعالج بطريقه اخرى، ونطوندون ان شاء الله باش يكون الاصلاح ديال صناديق ديال التقاعد. ولكن كاينه حاجه واحده اخرى كنطلبها منكم، ما يمكنلكش تفاعل معايا دابا. حاجه واحده اللي كنطلب معكم، الله يرحم الوالدين، يعني ما خصكم تخدموا على ريفيرونسيال دي زومبلوا كومبيتونس. لو ريك خصو يخرج. علاش؟ لان حنا خارجين في هاد لا فونكسيون سانيتير فيها تحفيز. خصنا نعرفوا شنو هما لي طاش دو لانفيرمي، شنو هما لي طاش دو ميدسان، وشنو هما لي طاش اللي يمكن لهم يديروا بيناتهم بجوج، باش يمكن له سيستيم دانفورماسيون يانتيغريها باش كيعرف كل واحد ما له وما عليه. ماشي غدا وبعدو تجي تقول لي انا درت واحد لاطاش وما حفزونيش عليها، ولكن اني با ريكوني في الريفيرونسيال دي زومبلوا كومبيتونس. خصو يخرج دابا، خصكم تخدموا عليه دابا، تخدموا مع الاداره ديالكم باش يخرج رابيدمون. هذا من جهه اخرى. مساله ديال لانديمنيتي ديال الماجور اكسيتيرا، انا متفق بان il faut revaloriser les indemnités. D'ailleurs le GST فاش جاي avec une revalorisation des les indemnités. Le premier conseil d'administration اللي غيدار ديال GST il va définir شحال النسبه ديال التحفيزات اللي غادي تمشي من المردوديه من المدخول ديال لي ريسيت، شحال لي زانديمينيتي ديال المسؤوليه، سواء الديريكتور دوبيتال. واش عارف بان الديريكتور السي اتش اليوم ما كيستافدش حتى هو من الدخول على المردوديه؟ لان ما يمكنلوش، عنده كونطرا ممنوع عليه انه يستفد من لا بريم دو رونتابيليتي. وكاين واحد اخر راه هو من الصباح اللي كيدير لا غوفرنونس لا بيرفورمانس. دونك خصنا tous les gens qui sont dans la chaîne de responsabilité تكون عندهم حتى هما اون موتيفاسيون باش يمكن تكون المردوديه اكثر فاكثر. وانا متفق
على هذه المساله هذه. فوالا.